شيماء بنسوي مكبوس وهو صح طبق تقليدي، بس انا فكرت ان نسوي بطريقه شوي مختلفه في القرع. بيكون محشي داخل. بيكون محشي داخل. حلو، معناته هاي فكره وايد حلوه. بعد نصورهم حق البطاقه البريديه مالت نور، لان بطريقه مبتكره وما اعتقد ان حد مصورهم من قبل. دي عندك المقادير المكبوس الطريقه التقليديه العاديه. تعطيني الزيت، نحط معلقه زيت. نحاول ان دائما نقلل، سواء كان ملح، سكر. اكيد بنخليه يدفى بس، لان تعرفين انه احسن هو ما نخليه يحمى بزياده ويحرق عندك البصل ولا اي بهار تحطينه. شيء ما حطي تقدرين الثوم تضيفينه. انا بجيب القرع اخر تنظيف نشوفه مع بعض. القرع فيه الياف كثيره وفيتامينات، فحلو انك تهتمين بالجانب الصحي مش بس الشكل. ويشبع وسعرات حراريه قليله. هاي خلصناها. وشوفي تكون ما تكون وايد ثقيله مفروض علشان تستوي بسرعه. احنا الحين بندهنها وبنحطها في الفرن 15 دقيقه، فبتكون اوريدي هي محضره. شوفي تدهنينها كامل. دهنه خفيفه يعطيها شويه طراوه. بندخلها في الفرن. تحتاج تقريبا قولي 20 يعني 15 20 دقيقه بيكون بيرفكت. اوكي. نحط الزنجبيل حلو مع اللحم ومع المكبوس، خاصة المكبوس يحب البهارات تعرفين؟ هذا الابزار الاماراتي اللي مسواه في البيت، الجرفة. اللومي دائما لازم نخبقه، لازم على اساس وننتبه لان الخبقه مالته بعد مو بسهله تعرفين. نحط الطماط. نحط عليها الفلفل وبنحط مكعبين من مرقه دياي ماجي. وتعرفين في الحاله خلاص ما تحتاجين تضيفين اي شيء، تعطيك كل الطعم اللي تبينه، حتى ملح ما في داعي تضيفين. وهذا الثاني تخلطين لنا اياهم عدل. وبنحط الحين العيش عليه وبنضيف الماء. شيء ما في ناس يضيفون الماء على اللحم ويخلونه ينطبخ بزياده تعرفين؟ احنا في البيت على وتحطين العيش بعدين. انا ما احب كذي، انا لان اللحم اخذه فريش واعرف انه بينطبخ عندي بسرعه، فاحب العيش ياخذ طعم البهار. اوكي، فابتدي اضيف الماء. الالوان وايد حلوه. والقياس مال العيش دائما يغطي العيش بشويه، تقريبا سنتيمتر واحد يعني. بنغطيه بنخليه ينطبخ تقريبا نص طبخه وبننزله في البامكن اللي بنطلعها من الفرن. تحطين الكزبره دائما اخر شيء عشان ريحتها تتم تطلع، ما تحترق حتى يحافظ على اللون. شوفيها جاهزه، شوفي لونها. تنزلينها شوي شوي. نفس التغطيه. وعندك الالمنيوم انا حاطته هناكي على اساس انك تلفينها فريشي كامل واكبر من السايز، على اساس ترجعين تلفينها مره ثانيه. اذا ما حصلنا القرع العود ونبغى نسوي طريقه بعد مختلفه، نقدر نستخدم الصغار. تقريبا 3/4 مطبوخ، فانت بس عشان كل شيء يمتزج. وطبعا تقدرين تحطينها في الفرن ممكن. احنا بنسوي طريقه احنا دائما نسويها لما نطلع البر، نحطها بالضبط. هذه صارت مجهزه الحطب اصلا؟ مجهزه الفحم، يعني ودي اطبخ لك على الحطب بس ان شاء الله المره الجايه. يلا نشيلها. يلا بسم الله. جاهز الفحم تقريبا. شوي شوي تنتبهين طبعا على الايد. وبنرجع لها نخليها 40 دقيقة لساعة. لأن كل شيء تقريبا بس العيش يتسكر ويختلط كل شيء مع بعض. يعني شوفي احنا خليناها شوي تبرد على اساس نقدر نبطلها ونتحكم فيها. فتبتدين يلا بسم الله. لا والله مو بحارة وايد بس. اي وايد طرى. والحين تعرفين لما ننشب كله بيمتزج مع بعض. تبتدين شوفي شلون لينا. الله. قصين انذر. وتقدمينها بالطريقه هذه. ومع سلطه روب ممكن نسوي لها. لازم. حتى بعد حق التصوير وايد بتكون حلوه. وايد. البوست كارت هذا اعتقد بيكون انجح بوست كارت.